وهذا المقطع اعتذار لأبناء إب وقبائل إب وأبناء إب صغير وكبير. أنا أعتذر لكم يا أبناء إب على ما صدر مني، وأنا آسف وأنا محكم، واللي تقولوا علي أنا جاهز. عمره زايد الحاج قد سب أي فئة من الفئات أو أي المحافظات. أنا يمني، إب بلادي وتعز بلادي وصنعاء بلادي وعمران بلادي، ولا ما أقدرش أسب أي منطقة، ولا قد سبيت ولا أنا أسب. وقلدكم الله المتابعين حق لي في التيك توك. الآن أنا قد موصل هل أنا قد سبيت أحد؟ هل أنا قد شتمت أحد؟ هل قد شفتوا لي مقطع سب؟ عمري قد سبيت. وأبناء إب قلدكم الله متواجدين في صفحتي، اشهدوا شوفوا واكتبوا لي بالتعليقات هل أنا قد سبيتكم مرة؟ عمري قد سبيت ولا عمري قد تلفظت. صح أتهيبل بعض أحيان، أضحك، أن أعمل نثرات زي حق البرق هذيك اللي عملته، أتهابل أيوة، لكن إن أنا أجي أضرك أو أسبك أو هذا لا. فاليوم في صحة الأمن النوم والتيك توك حامي والفيسبوك باقي البرامج إنه زاد الحق سب أبناء إب ولازم يعتذر. طبعا أنا أصحاب إب أحبهم سواء كلمتونا أو ما كلمتوناش. أنا أعتذر لأبناء إب مرة أخرى، وأعتذر لكم يا أبناء إب فوق العين فوق الرأس. ومهما كان هذه رسالة موجهة، إحنا يمن واحد وإحنا بلد واحدة، وما يصلحش حاجة حتى لو صدر مني أنا غلط. لا تعاقبنيش، أنا عمري 19 سنة تجي تعاقبني على كلمة طلعت مني. يا أخي أنت إنسان كبير فاهم، اتصل لي يا زايد الحاجة الخبر كذا كذا، امسح المقطع يا زايد، نزل اعتذار. أما تدخلوا فيها دولة وتدخلوا وإحنا نطلب الله على أسر، أنا محمل أسرة وأنت محمل أسرة، ما يصير توصل للحكومة وتوصل للدولة هذه الأشياء. وأنا ما قلتش بحاجة، أنا ببث مباشر كلمة زلت علي قبل سنة و8 شهور، وعادوا الترند ركب اليوم إنه أنا قلت على أصحاب إب وإنه أنا كذا. على العموم أنا أعتذر لكل أبناء إب، وأعتذر لكم صغير وكبير، وتحياتي لكم جميعا، في أمان الله.